الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى في قديم الزمان أن عابدا متبتلا في غار في أحد الجبال كان مشهورا بالتقوى والصلاح، فتراهن بعض الفساق على إفساده وأرسلوا إليه فتاة متمرسة في البغاء وعلى درجة كبيرة من الجمال. كان ذلك في يوم شات مثلج. ذهبت الفتاة في ذلك اليوم المثلج إلى الغار وادعت أنها تاهت عن الطريق، ورجت العابد أن يؤويها إلى الصباح. قال العابد: لا أستطيع يا ابنتي، فإن الخلوة بالنساء أمر حرام. أجابت الفتاة: ولكني سأهلك إن لم تساعدني وتؤويني، وسيكون ذلك وبالا عليك. تردد العابد قليلا ثم سمح للفتاة بالدخول، وهو يسأل الله تعالى ألا يؤاخذه على ذلك. مضت ساعة من الزمن والعابد يجلس في زاوية من الغار بعيدا عن الفتاة يتعبد الله تعالى. بدأ الشيطان عمله في الوسوسة والغواية: انظر ما أجمل عينيها، ما أعذب صوتها، ما أحلى قوامها ورشاقتها ومفاتنها. غض العابد بصره وهو يستغفر الله تعالى، فازدادت جرعات الشيطان، وبدأت نفس العابد الأمارة بالسوء تستجيب لنداءاته. لكن ضميره المؤمن الولهان بحب الله وخشية الله وقف للنفس الأمارة بالسوء بالمرصاد، وبدأ بينهما الصراع. قال الضمير المؤمن للنفس الأمارة بالسوء: كيف أعصي الله تعالى وهو خالقي ورازقي وحبيبي؟ هتفت النفس الأمارة بالسوء: ذنب واحد فقط وبعدها تتوب وتعود إلى باب الله. فأردف الضمير المؤمن: وماذا لو جاءني ملك الموت قبل أن أتوب وساقتني ملائكة النار إلى النار؟ هل يمكن لي أن أتحمل نار جهنم ولهيبها؟ قالت النفس الأمارة بالسوء: كلها أيام في النار وتخرج بعدها إلى نعيم الله وجنته. اقترب العابد بإصبعه إلى شمعة أمامه ووضعها فوق لهيب النار، وهو يقول لنفسه الأمارة: إن قدرت على نار الدنيا قدرت على نار الآخرة. بدأ اللهيب يلتهم اللحم، ونفسه الأمارة بالسوء ما تزال تقول له: نعم نعم أستطيع. بعد دقيقة صاحت نفسه الأمارة بالسوء: لا لا أستطيع. لف العابد إصبعه المحروق بخرقة وجلس يتعبد الله. عندما سكن الألم عاد الشيطان يوسوس لنفسه الأمارة، وبدأت نفسه الأمارة تزين له المعصية من جديد. لم تشرق الشمس حتى كان العابد قد أحرق أصابعه العشرة، وخرجت الفتاة من الغار شاحبة اللون مرتعبة الفرائس. تلقاها أرباب الغواية يريدون البشرى. هتفت فيهم بصوت مذعور: أرسلتموني إلى مجنون، لقد كاد يحرقني كما حرق أصابعه العشرة. خسر أرباب الشيطان الرهان، وفاز العابد بتقوى الله. السؤال المطروح هنا إخوتي وأخواتي: كيف يمكن لنا أن نجاهد أنفسنا ونعفها عن الحرام كما فعل ذلك العابد المتبتل في الغار؟ حديثنا اليوم سيكون عن عفة الجوارح، انطلاقا من قوله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لنقاش هذا الموضوع معنا الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة نماء البنا، وسنعود إليكم بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. اي طبعا صحيح، ولأن غض البصر يؤدي طريق حق العفة طبعا، ويبعد عن الفواحش والمحرمات. طبعا غض البصر اكيد يساعد على العفة، لان بالنهايه يعني اطلاق البصر هو احد اسباب الشهوات واحد اسباب الفتن يعني. فبالنهايه احنا لو غضينا البصر راح نردع الباب هذا يعني. وغض البصر دلوقتي ما عادش بس بغض النظر، ولكن لان دلوقتي بقت يعني اكتر المفاتن يعني او الفتن اصبحت اكتر من ان انسان يعني يقع نظره على يعني واحده متبرجه او شيء او كلام من ده، ولكن الموضوع دلوقتي بقى في الانترنت، في الدش،
وسائل الاتصال اللي هي حاجات